السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اهلا بيكم في فيديو جديد بوصفة جديدة. يا رب تعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك، فعلوا زر الجرس. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، واللي يشوف الوصفة يجربها ويقول لي ايه رأيه. تمام. النهارده هعمل لكم وصفة حلوة قوي قوي قوي. جاتو شاتو بالشوكليت، حلوة جدا جدا جدا، وهنزينها بالشوكليت شيبس. خطيرة خطيرة خطيرة، ووصفة جميلة وسهلة وهقول لكم دلوقتي المقادير. دلوقتي هنبدأ بكوباية الدقيق، كوباية لبن، نص كوباية كاكاو خام اسباني. هتلاقوه عند العطار او مستلزمات الحلويات. تلات ارباع كوباية زيت، كوباية سكر. عندي هنا الشوكليت شيبس، هتلاقوه برضو عند العطار او مستلزمات الحلويات. عندي هنا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، بيكنج باودر كيس فانيليا. اول حاجة يا بنات هنحط تلات ارباع كوباية لبن دافي علشان يدوب معانا السكر، تلات ارباع، وهنسيب الربع. هقول لكم هنعمل بيه ايه. وهنحط كوبايه السكر اللي عندي. تمام. وهضربه في الكبه وهرجع لكم. بصوا يا بنات، انا ضربت اللبن كويس قوي قوي قوي، اللبن الدافي مع كوبايه السكر. دلوقتي هننزل بنص كوبايه الكاكاو الخام الاسباني. ده حلو قوي، وهتلاقوه لونه حلو قوي وغامق. هننزل بنص كوبايه، وهننزل بتلات ارباع كوبايه اللبن، بس مش هننزلها مره واحده، هننزلها شويه في شويه. تمام. بس. وهنقفل وهنضرب. اضرب وارجع لكم. دلوقتي انا خلصت الكاكاو مع الزيت مع اللبن مع السكر. هناخد اهو، تقل اهو ما شاء الله. بصوا، تقل وبقى حلو جدا جدا، وشايفين لمعته خطير بجد. هناخد دلوقتي منه كوبايه، هنملي الكوبايه دي دلوقتي، هنملاها على الاخر وهنحطها في التلاجة تسقع، وهنشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا بنات انا اخدت كوبايه اهو من الصوص. بصوا حلاوه الصوص وجماله، تقيل جدا جدا جدا. ده اللي هنزين بيه الكيكه لما تطلع. تمام. هحطها دلوقتي على جنب او في التلاجة، بس احنا دلوقتي في الشتاء فالجو حلو، فعارفين لو في الصيف نحطه في التلاجة. دلوقتي هنعمل ايه؟ عارفين ربع كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم مش هنحطها، احنا حطينا 3 ارباع كوبايه اللبن. دلوقتي هنحط الباقي في المكونات اللي عندنا. وهحط دلوقتي، هكسر البيضتين وهرجع لكم. انا دلوقتي حطيت البيضتين مع ربع كوبايه اللبن اللي كانت فاضله عندي. دلوقتي هحط الفانيليا. هحط دلوقتي كيس الفانيليا كده وهنضرب. تمام. دلوقتي انا ضربت البيضتين مع الفانيليا. هنحطهم دلوقتي في البوله، وهنزود عليهم كوبايه الدقيق مع الكيس بيكنج باودر اللي عندنا. دلوقتي يا بنات انا حطيت المقادير اللي كانت في الكبه. دلوقتي هنزل بقى بكوبايه الدقيق، كوبايه الدقيق. تمام. ده اخر حاجه. وهنزل كيس بيكنج باودر. تمام. وهنضرب بقى، لو انت عندك مضرب بيت، ما عندكيش مفيش مشكله، المضرب العادي اللي هو اليدوي. تمام. هضرب وهرجع لكم. دلوقتي يا بنات انا جبت بقى خلاص ضربت المقادير كلها مع بعض. ده السمك اللي انا عايزاه، ده السمك اللي هيطلع ان شاء الله الجاتوه شاتوه حلوه قوي. سيبته على جنب. جبت البايركس اللي انا هعمل فيه الكيكه النهارده، هعملها في بايركس. هحط شويه زيت، شويه صغيرين بس علشان اضمن ان الكيكه ما تلزقش. هدهنها بالفرشه اللي عندي، هدهنها كويس جدا علشان، وهدهن من الجناب علشان تطلع بسهولة بعد ما تخرج. حط بس طبقة دهنية كده، او لو انت عندك دقيق ممكن تحط دقيق
او كاكاو، لان انا عامله جاتو شاتو بالشوكولات بالشوكولاته، ف نحط كاكاو. هحط بقى ال الخلطه الكيك وهرجع لكم تاني. حطيت الكيكه في الصينيه البايركس اللي عندنا. هنزينها بقى، والخطوه دي اختياري، لو ما عندكيش الشوكليت شيبس خلاص مش مشكله، بس بصراحه بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. ولسه كمان هنرش على الصوص لما تطلع من الفرن، علشان الاطفال الحلوين يحبوها، واللي بيحب الشوكولاته هيحب قوي الطريقه دي. هاخد دلوقتي بقى ايه الشوكليت شيبس وهبدا بقى اوزعها. تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مشغله الفرن قبل ما ابدا على درجه حراره 180، وطبعا كل فرن غير التاني، يعني انت بتبقى عارفه فرنك، فبتظبطيه على حسب ما انت عارفاه. بصوا انا زينت الشوكليت شيبس على الوش، وشكله بقى حلو قوي 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 قوي. والشوكليت شيبس ده حلو قوي، نوعه مش بيسيح في الفرن. تمام، هدخلها بقى الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. دلوقتي يا بنات الكيكه خرجت، وبجد شكلها تحفه. هي اصلا تتاكل كده، بس لا، هنزود عليها الصوص، وهنزود عليها الشوكولاته شيبس من فوق الصوص. هزود الصوص وهرجع لكم هوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. وبكده يا بنات خلصنا، حطيت الصوص وحطيت الشوكولاته شيبس، بجد طعمها خطير، احلى جاتوه شاتوه هتدوقوه. عايزاكم تجربوه وتعملوه تقولوا لي ايه رايكم. ولو الطريقه عجبتكم اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. انا عايزه بس اقطع لكم قطعه اوريها لكم من جوه عامله ازاي. هشه هشه جدا وحلوه ومليانه صوص، اولادك يحبوها. بصوا انا مغرقاها صوص وشوكليت شيبس. بصوا شكلها بجد خطير وحلوة قوي، وهتعجب اطفالك. ويا رب الفيديو يعجبكم. هقطع لكم بس قطعه اوريها لكم في الاخر. بصوا يا بنات من جوه عامله ازاي، والله والله تحفه تحفه تحفه. لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. واللي عايز اي وصفه يكتب لي في الكومنتات وانا هعملها له. لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله تعجبكم وتعجب اطفالكم وتعجب اي حد بيحب الشوكولاته. استنوني في فيديوهات تانية كتير ووصفات احلى واحلى مع موني كيتشن. يلا مع السلامه.